شايف ان تميل. عمل الرسول، شايف ان عمله الرسول سيدنا محمد عمله مش هيدخله الجنة إلا أن يتغمده الله برحمته. بص يا عم معاذ، انا عندي مشكله النهارده الصراحه مع الناس اللي بتبقى حاسه ان هي بتمن على ربنا بالصلاه بتاعتها، وبيبقى شايف نفسه، واللي هو مثلا لما بيقابل حد في الشارع ما بيصليش او حاجه بيقول له ايه يا عم تروح تصلي، انت ما بتصليش زي ليه؟ و... وايه تاني، وتريقته على الغير في الرايحه والجايه بقى، اللي هو ايه، انت ماشي في الشارع فماشي تحكم على غيرك، اللي هو ايه ده مش عارف ده بيعمل ايه ده بيعمل مش عارف ايه، كل بقى الحته دي ده سبحان كده. الله. لسه النهاردة شايف فيديو للشيخ أمجد سمير بيقول تقعد مع نفسك كده، تعمل ذنب، فتقعد مع نفسك كده تفكر تقول ايه ده، يا نهار ابيض، مش ده الذنب اللي أنا كنت بتريق عليه من شهر على واحد، ايه ده عمله ازاي ده؟ تلاقي نفسك بتعمل نفس الذنب. سبحان الله. فاحمد ربنا وما تتريقش على حد، وانت بتمنش على ربنا بصلاتك خالص. انت محتاج الصلاة، انت اكتر واحد محتاج الصلاة. وكان في الآية بتاعت بسم الله الرحمن الرحيم، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فيعني انت ما بتمنش خالص، انت عارف اللي هو بالعكس انت ابيض يا ورد لدرجة. يعني انا عايز اقول لك بنقطة حكمك على الناس وحكمك على غيرك، كان الشيخ سمير كان بيتكلم على ان هو كان حد من الصحابة تقريبا، او حد من الناس بتاعت زمان الجميلة دي، يعني ربنا يرحمهم يعني وجعلنا ربعهم حتى. كان بيتكلم ان هو كان ماشي في الشارع وبعد كده بص فلقى بيت اتبنى، قال ايه ده البيت ده اتبنى امتى؟ ففي نفس اللحظة وقف ورد على نفسه وقال لها انت بتبصي لحاجة غيرك او انت بتشغلي دماغك بغيرك، والله لا أصوم سنة كاملة إلا الأيام اللي ربنا حرمها في السنة دي. عقاب ده بقى نقطة عقاب النفس، إن أنت بتمنش على حد خالص، أنت طبيعي يا اسطى والله. هو يعني إحنا مش بنتكلم على إن إحنا ملاكين قاعدين يا جدعان، إحنا أبيض يا ورد، يعني فككم من اللي إحنا فيه ده والله. والله يعني والله دعواتكم. العظيم على الله يا جدعان بجد. قول اللي أنت كانت مبسوطة استنى. وقت السيرشنج ده يا جدعان، هيتساب زي ما هو. لا هيتساب زي ما هو صدقوا، عشان ده اكبر اثبات ان احنا اه, يعني على فكرة يعني ما عنديش مانع يتساب عامة، بس يعني دي من ضمن الحاجات. مثلا لما بتكلم مع واحد صاحبي اتكلم معاه في حاجة ممكن تكون بيعمل حاجة حرام مثلا او حاجة غلط وهو ما يعرفش، فيقول لي انا ما كنتش اعرف. فاللي هو يعني إيه انت ما كنتش تعرف؟ طب يعني احنا لو زمان ما كانش في نت وما فيش تليفون في ايدك شغال 24 ساعة كنت اقول لك ماشي انت معاك عذرك، لكن انت معاك نت ومعاك تليفونك في ايدك، فكل السبل المتاحة ان انت ممكن تفتح التليفون تدور على اللي انت عايزه، تجيب اصل. يعني مثلا حديث طلع لك فانت عايز تتأكد منه، انت هتجيبه من منبته، يعني من جوه خالص، لان في نت وفي تليفون وفي ايدك 24 ساعة. في يعني مش ممكن زي تستخدم زمان. ال AI، يعني حاجات ال AI مش بنستخدمها في اللعب والحاجات اي نعم العبيطة بس. ماشي. يعني انا هو معاك مش صح ان 100%، انا بس معاك انت ان شات جي بتقول له بي تي اثبت. انا معاك ان شات جي بي تي ممكن مثلا تسأله على حديث فيجيب لك واحد مثلا مغلوط او يحرف فيه، بس انت هتاخد منه طرف الخيط. يعني انت هتاخد منه مثلا الآية، اول الآية مثلا، وتدخل تدور عليها انت، تكمل بقى مانيوال عادي، مش لازم هو يجيب لك كل حاجة. الشيخ جي بي تي يعني مش هيفتيلك، انت هتديله الحاجة اللي انت عايزها وهتطلع منها طرف الخيط اللي انت عايزه وتكمل بيها بقى بحث بس. فاحنا عشان كده احنا بندور عادي، يعني احنا لسه في يا جدعان البداية خالص، احنا العناوين لسه على دي الأبيض والله هو كل خالص. مكتوب العنوان ده بقى احنا ماشيين على نفس الخطة بتاعته يعني. يعني مثلا في آية بالنسبة لموضوع المن على الله بالصلاة، يعني انت فاكر ان انت مثلا بتمن على ربنا بالصلاة، فانت يعني احمد ربنا اولا ان انت بتصلي، ده اولا. ففي آية بتقول وما بكم من نعمة فمن الله، يعني مش محتاجة شرح. عارف اللي هو يسطا يعني انت 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 ربنا بتعملش اي سترك حاجة. وبتصلي ودنيتك جميلة، فانت ما يعني مش عارف الواحد يقول ايه والله. انت مش بتمن، انت اللي محتاجها والله العظيم، انت اللي محتاجها في الاول وفي الاخر. تمام. فكرة ان انت بقى تشوف ان انت
طب طالع من رمضان ده بقيم كل يوم وصليت تراويح كلها وصليت كل فروضي في الجامع وعملت مش عارف ايه وايه وايه وايه، في الاخر بقى طالع من رمضان حاسس ان انت ملك ماشي في الشارع. لا نجم، انت ابيض وورد. فاهم؟ انت كل اللي انت عملته ده مش بيك انت، هو ربنا اللي هداك لده. فاهم؟ مفيش بقى ان انت تقول لي اصل انا وانا ومش عارف ايه. لا يا اسطى، انت ما عملتش حاجه، والله العظيم مفيش. لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلى أن يتغمدنا الله برحمة منه وفضل. ده معناه إيه بقى؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني شايف إن عمله ما يدخلوش الجنة، شايف إن تمام. عمله الرسول سيدنا محمد عمله مش هيدخله الجنة إلى أن يتغمده الله برحمته. فأنت بتعمل إيه بقى يا حبيبي؟ أنت بتصلي، ده فرض، يعني أنت ده ما فيش من حتى، ده أنت يا ريتك بتعمل نافلة، ده أنت بتصلي عادي. فاللي هو ما ينفعش خالص، ما ينفعش يبقى فيه ذرة كبر خالص، اللي هو أنا بصلي فأنا داخل ومفيش حد، الجنة فأنا مش عارف مفيش إيه. مفيش مفيش حد في قلبه ذرة كبر هيدخل الجنة. هيشم ريحة يعني في الجنة في في مفيش. في ده حديث تاني بس أنا مش فاكره بالظبط، يعني انت ممكن تجيبه برضه. أو كان لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كبر، تقريبا كبر. ده غير بقى لا يعني. يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هي يعني بص هي الموضوع خطير والله. يا جدعان. بص أنا هقول لك على حاجة، الخلاصة تمام؟ يعني خلاصة الكلام أو النقطة دي عامة. أنت ولا حاجة، كل حاجة أنت بتعملها حلوة وحشة هو يعني أنت كده كده إيه، بلاش نقول حلوة وحشة، خلينا نقول حلوة بس، فهي من ربنا. أي حاجة وحشة فمن نفسك. يعني في آيات كتير قوي في القرآن أنت محتاج تدور عليها، تمام؟ إن هي أساسا هيبقى فيها اللي هو الحسنة من الله والسيئة من نفسك. فاللي هو يعني انت ولا حاجة، يعني محتاج تقتنع بكده. اللي هو يعني كان شيخ أمجد قاعد بيقول، كان بيتكلم في حتة إن هو إيه، إن هو ربنا ستره. يعني كان بيقول إن هو محدش بيعمل ذنب أو حاجة، فكان بيقول طب ما هو قاعد بيعمل ذنب هو وبيديكوا الدرس. ده غير إن الشيخ سمير كان بيتكلم في حتة اللي هو مش عارف كان بيقول إيه. كان واحد سأله إن يعني ربنا يقبل توبتي. إن ربنا يقبل توبتي، أو تقريبا ممكن واحد يعمل ذنب مثلا ويبقى إمام أو بيدي درس، فقال ما أنا أهو قاعد بيدي، قدامك أهو. قاعد يديك درس أهو عادي. مفيش حد معصوم من الخطأ كده كده يعني. يعني في الأول وفي الآخر ربنا يعافينا جميعا. ودي حاجة يعني ضايقتني في بعض الناس اللي بتبقى ماشية في في الشارع حاجة ماشية مهمة بقى عشان تحكم على نقولها بعض. برضو. في بعض السلف كان بيقول إيه: لو علمت أن الله تقبل مني سجدة لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها. ليه بقى؟ لأن قبول العمل ده فضل من ربنا، مش حق مكتسب، يعني أنت مش حقك، يعني أنت مش حاجة أنت تستحقها يعني. ده فضل من ربنا إن هو قبل عمل ليك. فأنت يعني اللي هو لو ربنا قبل عمل ليك، لو تعرف إن ربنا قبل عمل ليك، ده يعني ده حاجة كبيرة قوي، لأن ده مش حقك، ده فضل من ربنا. وكلنا أصلا لو يعني إن شاء الله يعني كلنا دخلنا الجنة، فده مش عملنا، ده فضل من ربنا ورحمة بس. فأنت مالكش أي دور عامة، أنت تعمل اللي عليك وتسكت خالص، متتكلمش خالص. في الأول وفي الآخر كلنا ولا حاجة، كلنا بنغلط. وأهم طبعا. حاجة لما تغلط ترجع. وده الأساس، يعني ده الأساس، التوبة. وتكون توبة صادقة، مش توبة اللي هو هتوب وهعمله بكرة. لأن ولا يغرنكم بالله الغرور. يعني انت ما تبقاش قاعد تعمل الذنب وتيجي ترجع تتوب منه تاني، بس انت بقى بتتوب توبة ايه، اللي هو انت انا ربنا هيغفر لي، اللي هو انا هروح اعمل مش عارف ايه، ربنا هيغفر لي. لا يغرنكم بالله الغرور. فافتكر الآية دي وهتفهم، يعني هتفهم ان انت محتاج تفوق قبل ما تعمل الذنب، لان انت ما تعرفش ربنا غفر لك ولا لا. يعني محدش فينا يعرف. فيعني ربنا يهدينا جميعا ويثبتنا وبس. وحط برضو، يعني حط برضو في نفسك انت ولا حاجة بس. السلام عليكم.